السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتكم. كما عودتكم دائما بالوصفات الناجحه، اليوم اكيد ثاني جبت لكم وصفه بزاف بنينه وناجحه ومحبوبه عند الجميع اللي هي الطاكوس. جبت لكم بواحد لاصوص يا البنات، واحد الحشو رائع ما يجيش كامل ناشف ويجي بزاف بنين. ودرت لكم به ثاني كاساديا لانه تقريبا نفس الوصفه. تبعوا الفيديو هذا للنهايه واكيد راح تستمتعوا بالبنه. وصفه بزاف سهله وبزاف بنينه وتوجد بسرعه. خليو لي جا تعليق ونروحوا للطريقه. هنا راح نبداو نحضروا الحشوه تاعنا. عندي 3 حتى 4 مغارف نتاع الزيت، حطيتهم قيس ما يسخنوا شويه. درت بصله كنت قطعتها، بصله الحجم تاعها يكون متوسط. خلوها هنا تقلع على نار تكون متوسطه حتى تذبل معكم وتتحمر شويه بهذا الشكل. عندي هنا صدر او نص صدر تاع الدجاج، قطعته قطع تكون شويه صغيره وخلطته. هنايا حاولوا تقلبوه كيما راكم تشوفوا مع هذيك البصله. كي تشوفوا هكذا شويه بدا يتحمر، نضيفوا له الملح. درت له حوالي مغرفه صغيره تاع الملح، شويه فلفل كحل، توابل الدجاج وشويه فلفل احمر. هنا راني ندير غير بالمغرفه الصغيره وشويه نتاع الثوم. قليت هذا المكونات مع بعض مليح هكذا باه يجيني الحشو بنين. كما قلت لكم الحشو هذا يجي مشمخ وما يجيش كامل ناشف. درت مغرفه صغيره معجون طماطم وقليتهم. هنايا عندي حبه متوسطه شويه كبيره تاع طماطم، كنت قطعتها قطع تكون صغيره. خلطتها مع هذا المكونات حتى طابت معايا هذيك الطماطم، طلقت الماء تاعها ونشفت. هنا في هذه المرحله من الاحسن ديروا حوالي نص كاس تاع الماء وخلوه هكذا باه ما يجيكمش الحشو ناشف. خلوه يغلي غليه واحده وطفوا عليه. عندي هنا بطاطا كنت قليتها، قطعتها مربعات كما راكم تشوفوا. خلطتها مع هذاك الحشو. هنا تقدروا تستغنوا على هذه المرحله. وهنا درت شويه كريمه سائله اللي تقدروا ثاني تستغنوا عليها، ماهيش ضروريه. كما تقدروا تعوضوها بكريمه الجبن. راني مشاركه معكم الوصفه في القناه. والجبن تاع الموتزاريلا من عند شيماء اللي جامي يخطيني ودائما تسقسوني على الفرمات اللي تذوب ويجيب لي ميدي تكسل. هذا هو البنات عندي